السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده فيديونا كده بسيط وخفيف. هنعمل البلح باللبن. بصوا معايا، طبعا انا معايا ايد الهون. انت طبعا لازم تكون مغسوله. ما عندكيش هون اعملي بالشاكوش، باي حاجه عندك. بصي بنقسمها كده، بنشيل النوى ده اسمه نوى، بيتشال على جنب اهو ونحطها. طيب افضل اعمل بقى كده كام واحده كده اهو على حسب طلبك. انا طبعا هوريكي على قدنا احنا بناتنا الحلوين اللي لسه متجوزين، لو هتعملي على قدك انت وجوزك ماشي. هوريك اهو لو انتوا بتحبوا البلح. بص معايا يا حبيبتي، شايفين الشويه دولت على الشويه ده هم كفايه قوي عليكي في بدايه حياتك انت وجوزك. طيب لو مثلا عندنا عائله، هوريك اهوت الشويه اللي انا عملتهم. تمام. وخلي بالكوا يا حبايبي، البلح باللبن حتى لو اتبقى واتبات ممكن ازود، ممكن تزود. يعني مثلا انا عندي بلح اهو وعملته باللبن، صدفة مثلا اللبن خلص ولسه في بلح موجود جوه الوعاية، ارمي؟ لا، ما فيش حاجة بتترمى. زودي لبن على تاني يوم، انت بتحطيه في التلاجة، تاني يوم قوم مزودة لبن وحل السكر بتاعك وزودي جوز هند كمان، وخلاص كده سيبيه هيشتغل معاكي تاني يوم. ماشي يا حبيبي، هخلص ونشوف نعمل ايه. احنا خلصنا دلوقتي ايه التمر بتاعنا اهو ماشي. بس عايزاكم تحذروا وانتوا بتدقوا على الكيس اللي انا قلت لكم عليها، دقوا واحده بواحده، بلاش التجميع. لان الله اكبر اللي هو النقى ده بتاع البلح، لو جه بعد الشر هنا وحد جه اكله بالصدفه، بص دي بتكسر على طول السنان، كسر ما فيهاش فصال، حتى لا شاب عجوز، صعبه جدا جدا. فناخد بالنا كويس قوي احنا بنحط ايه هنا. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقوم مفرغاه كده في المصفى اهي. ليه بقى؟ هنغسله غسله كده خفيفه، لان طبعا ما تنسوش ان البحر بيبقى فيه تراب، مسكه الايد ما ينفعش يتحط كده. ماشي يا حبايبي اهو. طبعا انا حطيته في المصفى ليه؟ علشان اي اتربه، اي رمل ماشي ينزل من المصفى على الحوض على طول مباشره. ماشي يا حبايب قلبي اهو. غسله ايه خفيفه كده عشان تاكلي حاجه سليمه. تمام، كفايه يعني، احنا ما بنفكرش ولا حاجه، ده حاجه بس بنشيل منه التراب والرمل والكلام ده كله. نشوف بقى نعمل ايه. حبايبي انا طبعا جبت اللبن اهو، باللبن براحتك بقى، لبن جاموسي، لبن بقري، لبن براحتك يعني، شوف انت عايزه اللبن ايه. بس في نقطه حبايبي، اللبن ما يكونش سخن، ساقع. لان خلي بالك لو حطيتي على البلح اللبن السخن بيغير طعمه، لانه على السخن شيء بطعمه وعلى البارد شيء تاني، فيستحسن نبل على البارد. تمام يا حبايبي. طبعا الشفشق ده بياخد اكتر من 4 كوبايات. ده اللبن اهو. افرض اللبن عندك قليل زودي ميه، مفيش مشكله خالص. بحط ايه؟ بحط مبدئيا كده، ده سكر اهو، بحط حوالي 4 معالق هرميين، ده مبدئيا خلاص. وابتدي اقلب، انا لسه ما حطيتش حاجه. دول 4 معالق كبار جدا هرميين، ما زودتش حاجه خالص. بقلب اهو. الله، ليه مش لسه هتملي الشفشق؟ ما خلي بالكم ان البلح هينزل لسه الحلاوه بتاعته. فاحنا واحنا بنعمله بقى قبل الفطار بنقلبه تاني ونشوف وندوق ونتف بقى، ندوق على طرطفه لساننا كده واحنا صايمين. لو احنا صايمين طبعا احنا في رمضان كل سنه وانتم طيبين، بندوق على طرطفه لساننا. محتاج سكر تمام، مش محتاج خلاص. انا اهو قلبت السكر اهو. احط ايه بقى يا حبايبي؟ بصوا بقى معايا كده، ده البلح بتاعنا اهو. ابتدي احطه هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن
الرحيم. انا معاكم خطوه بخطوه اهو. خلصت، حطيت البلح. شفتوا بقى حجم اللبن زاد ازاي. بقلب بس كده تقليبه كمان اهو اهو بالمعلقه. طب ما عندكيش شفشه في حله، عندك حله وقلبه وحطه في التلاجة عادي جدا. توصيه ما توقفيش نفسك. انا قلت لك قبل كده على اي حاجه. بص يا حبايبي، انا التين ده كان عندي من السنه اللي فاتت، يعني انا ما بهدرش التين قوي لان هم مش بيحبوه كتير يعني. ف آه، بحط هنا كده كام واحده. ماشي. انا عندنا ما لهمش تقل على التين. وعامه خلص عند اهوت. وما تيجي افرض الامكانيات ما تسمحش يا جماعه، بلح وشويه جوز هند والحمد لله على كده. طيب الزبيب، بحط شويه زبيب. تمام اهو. طبعا لو انت بتحبوا الزبيب حط كمان كبشه، يعني احنا عندنا بنحب الزبيب، فانا بحط كبشه كمان اهو. خلاص. انا بحب دايما كل مره بحط حاجه اقلبها كده اهو. اهم حاجه بقى الجمال كله في الجوز الهند اهو. ده الجمال كله بقى. حط الجوز الهند، خليه يتنقع مع اللبن. تمام. والله بيديله نكهه عصاره بقى الجوز الهند. بتيجي بقى جوه اللبن. وبحب ما تحب تجيبي جوز الهند وتشتريه، قولي للراجل انا عايزه جوز الهند كامل الدسم، لان في انواع كتيره من جوز الهند. احنا بنحب جوز الهند، فحطيت 3 معالق. تمام يا حبايبي اهوت. انا قلت لكم طبعا ما تيجي تشتروا كامل الدسم الجوز الهند، موجود نص دسم كامل الدسم، وفي موجود اللي هو الدرجه الثالثه ما فيهوش اي دسم خالص. كامل الدسم ده تلاقيه مزيت كده معاكي. ريحه ليه شمخه كده وريحه. ده لما تحطيه على اللبن، تحطيه بقى على المكسرات في الصواني، طعمه ولا اروع. جميل جدا جدا اهو. بقلب بقى اهو الجوز الهند مع الزبيب مع اللبن مع البلح يتنقعوا كده مع بعض، كل واحد ينزل العصارة بتاعته. دوقي بقى شوية بقى بلح باللبن، جميل جدا. طبعا احنا نقعناه هو. عندك اي حاجة، يعني في ناس امكانياتهم عالية، حطي حتة قمر الدين مفيش مشكلة. المشمشية، القراصية، اي حاجة عندك حطيها. اما الناس اللي مثلا امكانياتنا على قدنا، البلح وشوية اللبن وجوز الهند ضروري. زبيب تمام، ما عندك الزبيب ما تقلقيش، مفيش حاجة بتخسر. تمام يا حبايبي. انا بقى بصراحة جبت ربع كيلو مشمشية، ما زودتش لان هي غالية بصراحة في السوق اهيت. وطبعا المشمشية دي لها انواع كتيرة، فانا جبت ربع كيلو على قدنا. تمام. اما تيجي تحطيها، لا اما تقسميها نصين، لا اما تحطيها بحالها. يعني لو هي لقيتها صغيرة معاكي حطها بحالها. بس خلي بالك، اي حاجة بتحطيها بتنفش في اللبن، بتنفش كله بيزيد في اللبن. خلاص يا حبايب قلبي. عندك بقى قراصية حطي، يعني حتة قمر الدين. ده اسمه بلح باللبن، وبنقول عليه طبعا زي الخشاف كده آه، بتاع الفطار. تمام يا حبايبي كده خلاص. انا عايزاكي قبل الفطار بشوية صغيرين تقلبيه تاني، وتدوقي السكر بتاعه على طرطفة لسانك وتطفي. محتاج سكر تمام، مش محتاج خلاص انتهى الامر. عندك شفشة تمام، ما عندك الشفشة في حلة في طبسية و تبلي وتعملي. طبعا طعمه جميل جدا. وفي النهاية بفكركم، افرض دلوقتي اللبن خلص ولسه فيه بلح، واوعي ترميه او تفرطي فيه، حطي زوديه تاني لبن.
تمام، وشوية سكر وجوز هند، وحطيه في التلاجة إلى حين شربه وأكله. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم. يا رب اللايك، شير. شكرا لكم يا حبايبي، باي باي.